قال الدرس الذي بين المغرب وعشاء في مسجد الرشاد أم في مسجد النور؟ مسجد النور للصوفية، ومسجد أنور لأهل السنة. مسجد النور هذا الذي في السوق، ما في عندنا مسجد يعني درس في النور. مسجد أنور وليس مسجد النور. مسجد النور في السوق الجماعة نتحول اليوم عندهم، وش رأيك؟ لا يرضون بنا. كنا نتصارع معهم ذاك الأيام بداية الدعوة، ما عندنا مساجد، نتصارع، نقوم ويقوم الصوفي، نقوم يقوم الصوفي. المهم منازعات على مستوى أنه ربما يسبوننا سب يعني في تلك الأيام، وما نبالي بهم. الحمد لله حصل خير كثير جدا مع الصوفية في الصراع في أول الدعوة. الحمد لله هزمهم الله. أنا حصل لي موقفان مع الصوفية لما كنا نجي من دماج. موقف في مصلى العيد، وكان واحد صوفي يلبس على الناس، يقول لهم ما في خروج في المصلى، إنما كان المسجد ضيق فخرجوا إلى المصلى، المسجد ضيق، وإلا لو كان عندهم مسجد واسع يجمع الناس فسيصلون في المسجد. لكن لما كان ما في مسجد واسع وما في مساجد متعددة، ما في إلا مسجد واحد، صلوا في المصلى، احتاجوا لأن يخرجوا لأنه جمع كبير، وما هناك كانت مساجد ولا مسجد واسع. وكان واحد ما سمعت الكلام، بس كلموني أنه تكلم، وجيت بعد العصر والحمد لله كانت مصارعة مع الصوفية بعد العصر. وذكرنا المساجد التي كانت موجودة في العهد النبوي نحو 4 ذكرها الحافظ، وكان يسر الله برسالة العلامة الألباني، رسالة مختصرة مفيدة في هذا الباب الحمد لله. وبعدها واحد يسب جلس يلعن أمك، بس قلنا طيب. كان واحد بجانبه من أقاربنا قال له اسمع، أخي كان بجانبه هو عامي، قال له اسمع شوف أمي أحسن لك. المهم مضت، وقعت لهم هزيمة. كان ذاك اليوم هزيمة قوية ذاك اليوم. ومرة أخرى يسر الله أني ذهبت مسجد صوفي الجمعة، وأنا ما أذهب عندهم، أذهب إلى الرشاد. كان ما هو بأيدينا الرشاد هذا، يعني عامي يخطب فيه صوفي، أيضا يخطب فيه واحد صوفي، ما كان بأيدينا، وقد مات كلاهما، قد مات اللذان كان يخطبان فيه من الصوفية، وما كان بأيدينا. وكان ضيف عندي يسر الله أني أشهد المشهد هذاك، وكان كبيرهم الذي علمهم السحر موجود من الصوفية، الذي علمهم السحر هو رأس كبير فيهم على مستوى الدولة، رأس كبير. وبعد هذا كان يتكلم فينا، وكان معنا مسجد أنور بس ما فيه جمعة، وكان يتكلم على مسجد أنور بأنه مسجد ضرار، هذا المسجد مسجد ضرار، وهذا المسجد مهم، هؤلاء يقولون الحائط دخول المسجد هؤلاء كفار. قلنا طيب خلى مع تنتهي إن شاء الله نقوم نوريك كفار هؤلاء. المهم بعد الجمعة استلمت هذا المدبر نحمق، والحمد لله حصلت لهم هزيمة قوية جدا. وكان يقول لي اجلس، يعرف اسمه، يقول لي اجلس يا خالد. قل له طيب عاد أنا ما انتهيت، خلنا ننتهي بعدين نجلس. خلاص اجلس سيتكلم صاحبنا، كان موجود هذا الكبير هذا، سيتكلم صاحبنا. قلت له خلنا انتهي أولا بعدين تكلم صاحبه. المخرج الذي في صدري، وبعدها مشيت وأهل البلاد كلهم خرجوا. هو ذاك الكبير حقهم المدير، جلسوا أنتم يا أهل الحامي مع الأولي اللي يتكلم الأولي أنتم معه. قلنا نعم معي. ومسكنا واحد في الطريق هكذا منهم، مسكنا هنا، قال يرجع. جاء له واحد عامي قال له فك أحسن لك. قلنا توكم. أنا راح تتغدى وأنا مبسوط ومرتاح بهزيمة الصوفية. صحيح والله، لما يكسر الباطل يفرح الشخص. حتى يسر الله بالمساجد هذا الحمد لله تركناهم، وإلا تعبونا الفترات تلك. والآن الدعوة على أحسن ما يكون، دعوة طيبة جميلة بعيدة عن هؤلاء الصوفية المشاغبين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.